تتقاد الأداء. إذا مساء الخير ومرحبا بكل المتتبعين ومتتبعات قناة شوف تي في من خلال هذا المباشر في هذه اللحظة. احنا اليوم يعني تنتواجدوا مع شاب ربما انكم يعني تعيشوا هذه المشاكل الجمة كما تنقولوا بصريح العبارة بخصوص الإجراءات القانونية والالتزامات ويعني الإطار القانوني فيما يخص النزاعات ديال الملكيات في هذا الشيء ديال إعادة يعني نقدروا نقولوا في هذا الشيء ديال إعادة الإرث أو القسمة بالإرث متتبعين. فاليوم هذا الشاب هذا بعد ما انه وصل المسامع ديالو بانه هناك رغبه في احدى الشركات الهامه بانه عندها الرغبه في الارض ديالها وكذلك هو عنده الرغبه في الاستثمار في الارض ديالو بطبيعه الحال. فتقدم بطلب ديال تحفيظ هذه الارض هذه لدى المحافظه باقليم الحوز. فإذا به تيتفاجأ أنه الإجراءات فإذا به تيتفاجأ بأنه الإجراءات القانونية بعد ما أنه بغى يقوم بجميع الإجراءات القانونية باش يحفظ الأرض ديالو اللي هي في الملكية ديالو، تتفاجأ بصراع مع أحد من العائلة ديالو، يعني من قريب من العائلة ديالو، يدخل معه في نزاع اللي وقف من خلال المشروع ديالو، ولقى نفسه بأنه في واحد الفوهة ديال مشاكل كثيرة بخصوص هذا الشيء ديال القانون ومساطيد القانون يعني وتطبيق القانون فيما يخص الشكاية اللي تقدم بها. فهذه نخليهم من خلال هذه المباشرة دي قربنا أكثر في هذا البث الآن من تفاصيل المشكل اللي يعني تعاني منه، لربما عسى أنه المسؤول الأولين على مستوى القضاء أنه يلقوا شي حلول بخصوص هذا الإشكال اللي تعاني منه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا للإخوان على الاستضافة. ف أولا بعدا تنشكركم جزيل الشكر وتنشكر الناس ديال القضاء. قررت أنني نخرج للصحافة لأنه تعرضت لعدة عراقيل. هاد العراقيل اللي ماشي أول خطرة تنتعرض لها، يعني منذ سنة 2018، بحيث واحد الشخص اللي هو نافذ وتدعي أنه عنده نفوذ اللي واصلة في البلاد، وكاينين شهود انهم شهدوا انه نائب وكيل الملك واقف معاه وتيساندوا في القضايا ديالو. وهذا الشيء لمسناه في ارض الواقع، حيت تلقى بزاف ديال العراقيل. اخر عرقله لقيت هو في واحد التنفيذ ديال واحد الحكم جنحي، تيهز التليفون تيقول نعم سيد الوكيل الملك، هي الله يهدي هاد الناس هادو. قال ليه هاك مون ادجودون، عطى التراكي التليفون، تصنت التراكي حتى هو قال ليه نعم سيد وكيل الملك، هي جا لعندي قال لي حتى من بعد وغادي تنفذ هذا الملف هذا. فمن هنا تنشكر الناس المعنيه. من بعد ما مشيت دقيت البيبان ديال الناس المسؤولين، تم داك التنفيذ يعني بطريقه قانونيه وفق القانون. انا من 2018 تلقى عده عراقيل، يعني فعلا كاينين النفوذ. بدات الخطوه الاولى، بدات هذه الخطوه المره الاولى هجم على المسكن ديالي، جا قال لي خصك تحيد من تما. قلت له انا وتي تما ديالي جي مرحبا بك. هنا بلاصه في دوار ابدو، دائره التوامه، اقليم الحوز. نعم.
جا قال لك غتعطيني تما، قلت له ودي جي مرحبا بك تما كاملنا نجيو حنا بالمناسبه ولاد العمام. قال لك لا تما بغيتو ربي كبير ولاد العمام. المهم دار شتى الطرق باش انه يجي ليا تما، حيت هاد الناس هادو تحاربوا مع الوالد ديالي لا عقار، ولكن هما بغا يخرجوني من تما. هو كان عقار، كان فيه 800 متر، ووفق واحد القسمه عدليه جا في النصيب ديالنا 150 متر. من بعد هذا العقار هذا فاش بغى يخرجني انا نتمسك بالحق ديالي، هو بغى يجي ليا تما صحه. يلا انا كنت تنصلح تما، جا دخل هجم على البنايه وقفهم. درت به شكايه عند السيد وكيل الملك، شكايه عاديه. ديك الشكايه تلقى فيها عده عراقيل، ما باش يستمعوا ليا الطرق للشهود. الشكايه كتحفظ ليكون النزاع مدني. درت بينه التصرف، حطيتها في الملف، تلقى عراقيل، وليت درت شكايه مباشره. لقيت انا فاش درت شكايه مباشره كذلك درت حتى هو شكايه بيا، انا داعي ويداعيني على نفس العقار، يعني نفس الاطراف ونفس العقار. شكايه مباشره شدت طريقها. الشكايه اللي دار بيا هو استمعوا لي الدراك، ديت الشهود ديالي. كان الدراك عنده 15 يوم وغادي كانت تصنت ليا بحال اليوم. لا قلت ليه غادي يخرج العطله السنويه، من بعد 15 يوم غادي يرجع يكمل تصنت ليا الشهود ديالي. 15 يوم تنعيط ليه ويقول لي اسمح لي راه المحضر مشى. كيفاش مشى وانت ما كنتيش ما انت كنت عطله سنويه؟ ما عليناش، انا عندي الاوراق باش كنت نتملك تما، عندي بينه التصرف، تثبت لي التصرف لانه هو دعاني بالفصل 570، يعني انتزاع عقار من حيازات الغير. ما كاينش اللي غادي يثبت، اللي غادي يجي عليا المتابعه. عندي شهود تيقولوا انا كنتصرف 5 ديال الشهود وبينه التصرف فيها 12. هو ما عندوش الشهود اللي غادي يثبتوا لي التصرف، يعني انا راه عدم المتابعه ما صار ديك الشكايه الحفظ. حتى كنتفاجئ بالمتابعه. جات المتابعه، جات الجلسه، مشينا خدينا المحضر، لقيت الاقوال اللي سنيت عليها في دفتر التصريحات ماشي هي اللي مشات للمحكمه. درت شكايه عند الوكيل العام، لانه التراك ماشي بحال البوليس. التراك تيكون المحضر كتسني فيه، كيتيرا بابيي وكتسني فيه، ما عجبتك شي حاجه كتبدل. التراك عندهم كتاب دفتر التصريحات تيبدا السيد وكيل الملك وتيختموا السيد وكيل الملك، يعني كتفتي عليه وهو تيكتب. غير فهاديك فاش تفتي عليه وهو تيكتب تيبي يكتب لك شي حاجه اللي ماشي انت قلتيها، راه بمشقه الانفس باش كملنا داك المحضر. مثال تقول ليه الباب مفتوح، بيكتب لي الباب فتح الباب. قلت له انت راه انا هاجم استغل فرصه الباب مفتوح من طرف العمال، هو كتب لي استغلت هو تيبغي يكتب فتح. يعني كاينين عده عبارات اللي المعنى ديالهم مبدل وتيبغي تكتبوا ونصنع عليهم. انا لا، بقيت معاه حكرت على المحضر تكتب داكشي اللي بغيت، يعني داكشي اللي مقتنع به والاقوال ديالي هما اللي تكتبوا. مشى المحضر تلقى انه ذاك المحضر مرون، عبارات اللي عندهم علاقه بالمتابعه محذوفين، والعلاقه اللي مهمه بزاف تبدلات، بحيث انا صرحت انه ابن عمي استغلت فرصه الباب مفتوح من طرف العمال وهاجمهم. زعما تنصرت في المحضر انني هجم عليهم ودرت به شكايه. هما كتبوا لي استغل فرصه الباب مفتوح، الباب فتح الباب، وبدأ يلج منه وشتان بين الهجوم والولوج. يعني هذا التزوير بعينه. وجيت في الاخر ديال المحضر تنقول انه أؤكد لكم أن ابن عمي لم يكن يلج قط من الباب الذي قمت بتشييده، حذفت. أنني قمت بإصلاحات سنة 2011، حذفت. كاع الحوايج اللي كيثبتوا لي التصرف تحذفات، بمعنى أنه ديك المتابعات أسست على الأقوال ديالي اللي تزورت ليا. درت شكاية عند الوكيل العام تحفظات، عاودت مشيت تخرجت الشكاية، طلعت لي طاماجور، درت شكاية، خدات المجرى ديالها، جاو تيطلبوا فيا. كاين الكاميرا السيرفيونس مسجلين، جاو تيطلبوا فيها مقر العمل. كاينين شهود كل ما ثبتش عليهم المتابعه ما غاديش يجيو يطلبوني ويجيبوا لي فلوس ويساوموني ويجيبوا لي ولادهم. انا بقيت مصر على المتابعه لانه انا مكره لا بطل. انا عندي المتابعه
راه بسبب ذاك المحضر وليت متابع، بسبب ذاك المحضر مشيت تجرجرت في المحاكم من 2018 لهنا، بليتو 2019 لهنا. يعني واحد المعاناه اللي ما سهلاش. يعني سمحتي في خدمتك وسمحتي في امي ركب فيها السكر بسبب هذا الشيء، وليت تنتعرض لتهديدات كثار انا جاي ليهم. يعني كون هاد الناس خداو الجزاء ديالهم ما غاديش يتماداو. اللي ولاو تيضربوني الرجليه تيجي، المهم هضره طويله، ولا الطوموبيل تيتهرسات جوج المرات، كات يلاه جبتها باقي كاع ما دونتها تهرسوها ليا. يعني علاش هاد الشيء ما كانش يوقع ليا قبل؟ وتيجي اللي يهرس لي الطوموبيل ويجي يحاول يضربني، ورانا تنقول الحوايج اللي عندهم وسائل اثبات انه جا اللي يهرس لي طوموبيلتي، راه الحمد لله القضاء راه خدا فيه يعني خدا الحق ديالو من القضاء. يعني راه تبعت المسطره وتقبط. ولكن علاش هادشي ولا تيوقع ليا انا ما كانش يوقع ليا قبل؟ يعني الضغط تيحاولوا انهم يضغطوا الترهيب، نقولوا التخويف باش انه. وكاين اكثر كاع من السائحات اللي ماتوا في شمهاروش. يعني بين ابدو وشمهاروش كاينه واحد 140 كيلومتر. تصادف مع هذيك الليله كاينين جوج دراري جالسين تما، يعني السيمانه كامله كاينين تما، وقعت العمليه شمهاروش. تعيط عليا الشيخ ديال يعني عاون سلطه من درجه الشيخ نتاع قياده ابدو، تيقول لي راه المنفذين ديال جريمه شمهاروش اتصلوا بيا هادو قالوا لي راه عندك. يعني تيحاولوا يورطوني في مشاكل اللي هي كبيره لهذه الدرجه. اما الامور الاخرى اللي تنقول لك انا، الامور اللي عندي عليها وسائل الاثبات، حنت هذيك عندي مكالمه مسجله تيتهمني انه تيقول لك قالوا لي الاخرين راه هذوك اللي نفذوا عمليه شمهاروش راه بحالهم راه كاينين عندك انت تما. من بعد اتصل بالسيد القائد قال لي لا، قلت له واش هادو اللي غادي ينفذوا عمليه شمهاروش كاع غادي يتلفوا هكاك بعيده ب 140 كيلومتر ودراري باقيين تيقراو وجالسين تما مده طويله ماشي تقريب شي. يعني تيحاولوا يورطوني في اي مشكل باي طريقه ما. ومن هذا المنبر نيت تنطلب باش نتحمى، لانه انا وليت في اي لحظه تلصق ليا شي تهمه. راه اش كاين اكثر من انهم يدعوك على دارك ويزوروا لك المحضر وتمشي لك دارك وتمشي للحبس. راه لا يعقل. انا ما جيتش وخرجت دابا للصحافه راه من 2018 وانا تناكل العصا، من 2018 وانا صابر. واش لا يعقل اننا نبقى واقف انا قدام القاضي وتندافع على نفسي وانا راه ما داير والو؟ ما كاينش. كون داك المحضر مشى كيف ما هو ما غاديش تكون ديال المتابعه، ما غاديش نتجرجر في المحاكم، ما غاديش نتكرف في هذا الشيء كامل. راه فاش تنقولوا المحكمه راه تنقولوا مصاريف. هذا المحامي ما يقدرش يدافع عليك الا ما عطيتيش مصاريف. راه ما يمكنش دير ديك الدعوه الا ما خلصتيش في الصندوق. راه بزاف ديال الامور راه ماشي تيجي داك الشيء هكاك. راه وقتي خليت خدمتي، خليت الرياضه ديالي، راني حكم وطني، يعني خليت كارير. راه ما سهلاش. انا من غير كاع داك الشيء انا كنطلب باش يتطبق القانون، لانه فاش تدوز هذيك اللي هم سلمى تنجيو لحاجه اخرى تنجي تلقى تنبين كاع انا دوزت الامور الحمد لله. خرجت بما يروج في المحكمه، خرجت براءه ابتدائيا استئنافيا براءه. مشى الملف المحكمه النقد راقبته في الابليكاسيون تيبان لي انه رفض الطلب. جيت بيت ناخذه ما كاينش بلاتي محكمه النقد، تيرحلوا من محكمه النقد لمحكمه الاستئناف في الرباط، من هنا من لهيه تنعاود نمشي تيقول لك يلاه مشى من بعد عام. هذاك اللي واحد يعني هذا اللي مزور فيه المحضر تيغبر مازال حتى الان ما فراسي عليه والو في محكمه النقد. الاخر رجع بسرعه البرق، راه كاينه فيه جلسه. خلاصه القول، نعم. يعني فين وصلت الاجراءات دابا؟ فين وصلت انت في الاجراءات ديك القانونيه بعد عناء طويل؟ الحمد لله ربحت القضايا ديالي. مشينا بغينا نحفظوا، تنتفاجئ انه كاين واحد تيتعرضوا ليا بواحد العقد، عقد شراء اللي مبني على قسم عدليه. طعنت فيه بالزور. راه باقي عند قاضي التحقيق من 2022، مازال ما عرفت شنو كاين فيه. هما
بقى هذاك التحفيظ غادي، و الزور كاين يعني داك العقد كاين في الغرفه غرفه الشعبه ديال التحقيق. قاضي امر باجراء خبره. هذا الخبير اللي تيقولوا لي انهم مشطبين عليه، عنده متابعه، تيرونها في ديك الخبره. تنطلبوا في مستنتجات ديالنا على ضوء هذيك الخبره انه باش يوقف البت، باش نتسناو الملف ديال التحقيق يبت فيه قاضي التحقيق، ولا يعطينا خبره مضاده، خصوصا انه هو بنى على شهود، وجبت انا اشهادات ديال شهود تيقولوا لا ما قلناش هذا الشيء هذا، وجبت انا عنده المتابعه، وجبت بزاف يعني مستنتجات على انه راه كانت تما طريق ياك، وهو تينفي انه كاينه طريق، وديك الطريق استعملها ومشى لعند الطرف الاخر اللي مشى العقار المجاور اللي هو ماشي موضوع ديال التحفيظ، ماشي موضوع ديال ماشي عقار، موضوع الخبره، ومشاو سدوا عليهم وجلسوا تما. راه باينه الامور، راه زعما هذا الشيء تعقيدات في المساطر القانونيه، تعقيدات مساطر القانونيه وخروقات اللي ما يمكنش يتقبلها العقل. نعم. واش خبير يعني الدفعات التشكيليه اللي تدافعوا بها هما، يعني كاينين ثغرات في الدفعات التشكيليه. دابا منين تجي تلقى واحد الخبير مشطبين عليه وعنده متابعات وما حل شبهه وتيتعطاك وتيتم الاطمئنان لهذيك الخبره وتيتحكم بها، منين تلقى الجندار مزورين لك عقد، مزورين لك محضر، منين تلقى عقد مزور تجي تصرف. واش عباد الله انا شحال وانا كنتعامل معاهم سنين، وانا كندخل عندي بين التصرف انني تندخل من واحد الباب، تم التنفيذ ديال نتاع واحد الباب، تجي بين التصرف من بعدها تيقول لك لا ما عمرني انا كنت ندخل الزور بعيني. واش هادشي كله هو محل الصدف؟ واش زعما هادشي عادي؟ واش زعما كاين القضاء هكا داير؟ لا، القضاء ما ديرش هكاك، ولكن راه انا تنطلب باش يتفتح تحقيق في هذه المساله هذه، خصوصا انه هذا السيد تيدعي انه عنده نفوذ وشهود امام قاضي الجلسه تيقول لك راه السيد راه واقف معنا نائب وكيل الملك. ما عليناش. دابا انا اليوم بغيت نهضر على جوج ديال المواضيع اللي هي المحضر ديال الجندارم في الشكايه 87 سري ممتاز على 2019، وبغيت نهضر على الزور اللي كاين في التحقيق ملف عدد 229 على 2301 على 2021. يعني هادو هما اللي بغيت نهضر عليهم، وتنطلب من الناس المسؤولين ياخذوا هاد جوج الشكايات بعين الاعتبار، بحيث انه هذا السيد هذا يعني الشكايه ديال المحضر ديال الدرك الملكي شكايه، يعني جا هذا المحضر ديال الشراء بناء على القسمه العدليه. يعني ما كاينش شي حاجه اخرى من غير القسمه العدليه، القسمه العدليه فقط. القسمه العدليه فاش نجيو النصيب ديال البائع تلقاوه في حدود ومشتملات مخالفه لداكشي كاين في العقد، بحيث من الجهه القبليه. وهذا الشيء راه منين طلبت من بعد ما تم الحكم بصحه التعرضين، مشيت لعند قاضي المحكمه بصفته قاضي المستعجلات، و طلبت منه معاينه خبير اللي هو محلف في هذا الموضوع هذا. فاش طلبتها منه يعني خرج الخبير وتيقول لك انه فين هي الخبره؟ يعني الخبره كان فيها العراقيل، درت انا خبره اخرى. نعم مضاده. خبره يعني من بعد الحكم طلبت من القاضي باش يعطي، من رئيس المحكمه باش يعطيني خبره. دونك فاش عطاني فاش جات الخبره انه فانه لا هذاك العقد ولا القسمه ما تيشكل حتى شي جزء من مطلب التحفيظ ديالي انا. نعم. يعني باش شنو المطالب دابا ديالك، يعني شنو الرساله ديالك من خلال هذا المباشر ديال القناه؟ الرساله ديالي من هذا المباشر تخاد شكايتي بعين الاعتبار نتاع تحقيق شكايه مباشره عدد 229 على 2301 على 2021، حيت
راه الحدود والمجتملات مختلفه على القسمه. العقد مبني على القسمه، القسمه اللي تنورثوا بها احنا كاملين. عمي باع لواحد الشخص اخر اللي هو تتعرض ليا. هذاك الشخص اللي كيتعرض ليا يعني بداك العقد ولا داخل عندي انا. يعني بغيت تطبق القانون بحال بيترمى على الارض. يعني ما كاينش شي حاجه اللي غادي دير عدم المتابعه، خصوصا هما دالين بهذه الخبره هذه. الخبره اللي تدارت في الابتدائيه يعني في الملف المدني. ها هو البائع انا محطوط بوحده، ها هو المشتري محطوط هنا بوحده. وراه ما يمكنش هذه الهضره هذه. الا بينا نطبقوا العقد خصنا نضموا الجزء ديال نتاع الشاري نتاع البائع. اذا ليس بطبيعه الحال وصله. كاين شي اضافه ولا باش نختم باش نخلي الفرصه يعني تفضل؟ كاين شي اضافه اخيره؟ الاضافه اللي كاينه هو تنطلب من سيد الوكيل العام لدى محكمه الاستئناف بمراكش باش ينظر في الشكايه ديالي عدد 87 سري ممتاز 2019. وتنطلب من رئيس المحكمه الاستئناف بمراكش كذلك يتدخل في هذه الملفات باش القضاء ياخذ المجرى ديالو. والرئيس المنتدب لدى السلطه القضائيه، والسيد الوكيل العام لدى النيابه العامه بالرباط. والله ينصر سيدنا، الله يجازيكم بخير. شكرا لك. يعني كانت الرساله واضحه من خلال هذا البث المباشر ديال هذا السيد، يعني بخصوص الشكايه اللي مقدمه بخصوص يعني تقسيم التركه كل يعني الشمول والضمون فيما يخص يعني التقسيم يعني الارث كما تنقولوا في الارض على بدوار ابادو بجماعه التوامه اقليم الحوز، دائره التوامه باقليم الحوز. تفضل باش نخليو فرصه لان الله يجازيكم بخير. فكاضافه باش نزيد نبسطها اكثر، هاد الناس بغيت التوليه ديالي زوروا محضر عقد ولاو تيقول لك تما ديالي، دعاوني وزوروا لي الجندرم محضر. يعني غادي يمشي ليا ديالي وغادي نمشي للحبس ولا اله الا الله. راه ما خرجتش انا للصحافه هكاك، راه حتى بعدا ظلم طويل بعدا معاناه طويله ولا اله الا الله. والله ينصر سيدنا ان شاء الله. حنا تنتمناو كامله في القضاء باش ان شاء الله. حنا لا يقين بانه ان شاء الله المسؤولين هذه يكونوا على اطلاع بخصوص هذا البث المباشر الان، وهذه يتم ترتيب الاجراءات القانونيه واعاده النظر في هذا الملف ديالك بطبيعه الحال ان شاء الله بخصوص الشكايه اللي تقدمتي فيها، وكذلك التزوير كما تقول محضر ديال الدرك الملكي، وكذلك تزوير يعني عده الايرات اللي تقدموا بها الناس من خلال الخبره اللي تم تحديدها بناء على التوجيهات ديال يعني قاضي الجلسه بصفه عامه. تتمنى خلال هذه المباشر المتتابعين انه يعني تكون الرساله وصلت للمسؤولين، وبدوركم يعني من خلالكم انكم تبارطاجوا قدر الامكان باش الرساله توصل لكل مسؤول على مستوى القضاء. ما بقى لي نشكركم، شكرا لكم على حسن المتابعه. الى مباشر ان شاء الله اخر على قناه شوف تي في.